اهلا، معاكم سارة. هشارك النهاردة معاكم وصفة طاجن رز معمر باللحمة والكريمة. طعم رائع جدا جدا. هسيبكم تجربوها وتقولوا لي، انا متأكدة كمان ان هي هتعجبكم ان شاء الله. يلا نبدأ على طول بالمكونات اللي محتاجينها. محتاجين قطعة من اللحمة، وبتكون على حسب الحجم اللي انتوا حابينه، بس اكيد كل ما تكون قطعة صغيرة كل ما هيستوي معانا اسرع. بفضل هنا في الوصفة دي تكون القطعة بتاعتها صغيرة كده، ممكن كمان نقطعها اصغر من كده. رز بسمتي منقوع نص ساعة ومصفيينه. محتاجين زيت مع زبدة، لو انتوا حابين تستخدموا زيت بس، حابين تستخدموا زبدة بس، اللي انتوا حابينه. لبن، ممكن نعمل ميكس بين الشوربة وبين اللبن. بصلة متوسطة مقطعينها مكعبات صغيرة. فصين 3-4 من التوم، انا بحب التوم كتير فمزودة من التوم، ده بيرجع للرغبة بتاعتكم. ملح، فلفل، كمون. بحب اضيف جنزبيل هنا قوي. ورقتين لورا. وطبعا الكريمة، لو عندكم وش اللبن اللي هو اللي بيكون طازة واللي بيكون قشطة وبيكون لسه قبل ما تغلوه، بيكون طعمه أحلى من أحلى كريمة، تقدروا تستخدموه. كمون. دي كل المكونات اللي احنا محتاجينها. في طاسة سخنة على النار هنضيف فيها مادة دهنية. هضيف البصل وأقلب شوية. هضيف اللحمة، ومش حابة ان انا اخليها تطلع المية بتاعتها، حباها تبان اللي هي مشوية مش مسلوقة. هضيفها كده بالراحة زي ما انتم شايفين. وهضيفها كمان في الطاسة كلها، يعني مش هحطها كلها في جنب واحد، لا هفردها كده في الطاسة كلها. وهسيبها لحد ما اتاكد ان هي خدت لون من تحت. هقلب على الناحيه التانية لحد ما تكون معايا بالشكل ده. اول ما توصل للشكل ده هضيف الثوم واقلب لحد ما اشم ريحه الثوم. هضيف البهارات واقلب لحد ما اشم ريحه البهارات. عشان اتاكد ان اللحمه بتاعتي خلاص تكون استوت، هضيف عليها ميه تكون مغليه تقريبا كوبايه او نص كوبايه، واسيبها. لو حابينها تكون مستويه خالص وتبقى مهريه في النهايه، او تكون طريه جدا جدا، تخلوا اللحمه بتاعتكم تستوي تماما. لو حابينها ان هي تبقى خلاص على الشعره، فخلوها 3/4 سوا او ازيد بشويه. شايفين انا بحب كده ان انا ازود حبه من الميه عشان تبقى معايا الصوص اللي انتوا شايفينه ده، بيخلي طعم الاكله في النهايه برضو كمان حلوه. وفي نفس الوقت لما بتكونش عندي شوربه فبتبقى بديل للشوربه. بعد ما سويت اللحمه، هبدا اضيف الرز وهقلبه. هضيف اللبن، وهضيف كمان معلقتين من الزبده. هظبط الملح بتاعي وادوق الطعم هنا. هضيف الكريمه او القشطه. هقلب كل حاجه مع بعضها كويس جدا، وهسيب الخليط بتاعي لحد ما يغلي كده مرتين 3. هجيب الطاجن او القالب اللي انا هدخله الفرن. هدهن الطاجن بتاعي بزبدة. هضيف الخليط، وعلى الوش هحط حبة من الزبدة او من السمنة. هندخله الفرن يكون سخن جدا جدا على درجة حرارة عالية، زي ما بنسوي الرز عادي جدا. بنسيبه على درجة حرارة عالية لحد ما يغلي ويبدأ ان هو يتبخر المية بتاعته. فبنفس الطريقة بالظبط هنحطه في الفرن في الرف اللي تحت، وهنسيبه كده تقريبا مثلا 10 دقايق او اقل، لحد ما نحس ان هو خلاص بدأت السوائل بتاعته تقل شوية، ونكون كمان مغطيينه. هنوطي درجة الحرارة على درجة حرارة 180 أو كمان 160، ونسيبه لحد ما يستوي براحته خالص، ونطلعه على الرف الوسط، أو ممكن نسيبه كمان في الرف اللي تحت. المهم ما نكونش معلين درجة الحرارة، وعلى حسب كمان طبيعة الفرن بتاعكم. شايفين قد ايه مفرفر وحلو جدا جدا، يعني ميكس كده رهيب. طعمه حلو قوي. تقدروا تعملوه بكل سهولة، وتقدروا كمان تعملوه وتضيفوه لسفرة العزومة بتاعتكم. يا رب تكونوا استفدتوا وعجبكم وصفة النهاردة. قابلكم ان شاء الله في فيديوهات وصفات مختلفة. سلام عليكم.